اهلا بكم اصدقائي المتابعين، اهلا بكم في ملخصات كايرو. معانا جزء جديد من حكايتنا الجامده، حكايه دو 1 نظام الهلاك. فلو ما تشوفش الاجزاء اللي فاتت فهتلاقيها تحت في الوصف. وقبل ما نبدا بقى ما تنساش تصلي على النبي، وما تنساش تصلي صلواتك الخمسه وتدعي فيها لاخواتنا. وعاوزين بقى نوصل الفيديو ده اكتر من 600 لايك علشان ننزل الجزء اللي بعده على طول. ويلا بينا نبدا. وبنكمل حكايتنا بعد ما بطلنا هو وزمايله في العصابه قرروا يتخذوا مطعم تشيهي بتاع جدة تشين هو كمصدر دخل لعصابتهم، وعلشان كده بدأوا يشتغلوا فيه وقسموا على بعض الادوار في الشغل علشان يعرفوا يجيبوا فلوس كويسه للعصابه وكمان لشين هيون وعيلته. بس تاني يوم بعد ما اتخذوا القرار ده كانوا قاعدين يلعبوا مع بعض لعبه عربيات على تليفوناتهم، وكانوا قاعدين كلهم على ترابيزه واحده وقدامهم طبق من نفس الاكل اللي دقوه في الحلقه اللي فاتت وطعمه كان يقرف، وكانوا مستمتعين بوقتهم وهم قاعدين يلعبوا كده. بس كان في مشكله عويصه بتحصل، وهي ان مفيش ولا زبون يوحد ربنا كان بيدخل المحل. وكانج كان مستغرب الموضوع وبيسأل ليه ممكن الناس يتجاهلوا المطعم بالكامل كده. فبطلنا افتكر ان كانج امبارح ما كانش دايق الاكل فقال له يدوقه بنفسه هيعرف السبب، لكن كانج رفض وقال له انه ما يقدرش لانه متبع نظام غذائي كويس وما ينفعش يطلع براه. بس بطلنا ما اهتمش بكلامه وجاب شوكه وحط الاكل في بقه وخلاه يدوق وهو ساكت. واول ما كانج داقه وشكل وشه اتقلب وقال هو كمان ان طعمه يقرف الكلب. فبطلنا قال له انت فعلا عندك حق، ودي هي المشكله الاساسيه اللي لازم نحلها. وقال لهم بعدها انه فكر في حل للموضوع ده، فسالوه وقال لهم عليه. وفي اليوم اللي بعده بنشوف بطلنا اول ما وصل للمحل بعد المدرسه علشان يشوفوا الحل اللي قال لهم عليه امبارح. بس لما دخل كان المره دي جايب معاه جي، فعرف زمايله في العصابه عليه وقال لهم انه هيعتمد عليه في موضوع الطبخ ده. فتشين هين هو وسيون سلموا عليه عادي وما كانش عندهم مشكله مع الموضوع. بس كان فضل قاعد على الترابيزه واستهزأ ببطلنا وقال له كنت فاكرك هتجيب لنا شيف مشهور ولا حاجه، مش مجرد واحد صاحبك بيعرف يسلق البيض. بس جي عمل له طبق من نفس الاكل اللي كان طعمه وحش بس على طريقته هو. فكانج مسك الشوكه علشان يدوقه واتصدم لما لقى طعمه حلو جدا على عكس القرف اللي كان بياكله امبارح، وفضل يحش فيه زي الاهبل من كتر ما هو عاجبه. وبالنسبه لجي فقال لهم انه اتعلم الطبخ برضه وهو صغير، وكان من ضمن الحاجات الكتيره اللي اتعلمها. وبعد شويه جدة تشين هيون عدت على المحل وكان معاها صاحب العماره، وكانوا متفاجئين ان الشباب الصغيرين دول بيحاولوا فعلا يشتغلوا بكل جهدهم في سبيل انهم يقوموا المحل القديم ده من تاني. وبطلنا جوه كان لاحظ ان كانج لسه بياكل في الاكل اللي جي طبخه، فمسكه وقال له يبطل شفط في الاكل طالما هو بيتبع نظام غذائي وهبل من ده. وفضلوا على الاوضاع الحلوه دي لمده مش قليله وهم بيحاولوا يظبطوا كل حاجه في المطعم. لكن بعد 4 ايام كان جه وقت الجد، لانهم اخيرا وصلوا لليوم اللي عصابه العالم هتلم فيه الضرايب. وفي ليل اليوم ده فعلا العصابه وصلت، وفرد منهم كان في ايده سجاره دخل المطعم يدور على جدة تشين هيون. بس اول ما دخل ما لقاهاش، ولقى زبون لابس هودي اسود والزونت مش مبين وشه، وكان مستغرب اصلا ان لسه في زباين بيجوا المحل المعفن ده. بس ما اهتمش بالموضوع كتير وقرب منه وساله لو هو شاف صاحبه المكان ده. بس الزبون ما كانش بيرد عليه وكان مركز على طبق الاكل اللي قدامه كأن مفيش اي حاجه بتحصل حواليه. فالراجل بتاع العصابه اتضايق من الزبون انه بيتجاهله، ولما لاحظ طبق الاكل اللي قدامه مد ايده فوق الطبق ورمى فيه السيجاره واتريق عليه هو والاكل وقال له ان كان بيزود له بهارات. وساعتها الزبون ده اللي بيتضح انه كانج مسك الراجل وضربه ضربه قويه جدا خبطته في باب المحل اللي كان مصنوع من الازاز، وخلت الازاز كله يتكسر لحتت صغيره من قوتها. والراجل اغمى عليه بره وهو متصاب. وكانج اول ما طلع وراه لقى معاه شويه من افراد عصابته مستنيينه في العربيه بره. وساعتها برضه بطلنا رجع للمحل واتضح انه كان المفروض اصلا يكون مع كانج، بس كان رايح الحمام بس ولسه راجع دلوقتي. ولما وصل شاف الباب متكسر كده فهزق كانج وقال له ما يكسرش في المحل زي العبيط كده. بس بعيدا عن اللي حصل قال له انه يلتزم بالخطه ويبداوا يطبقوها دلوقتي. فكانج قال له تمام، واندفع ناحيه افراد العصابه اللي كانوا بره وهو بيقول انه محتاجش يحرك جسمه ويضرب شويه كلاب زي دول بقاله فتره، ودلوقتي اخيرا جات الفرصه انه يعمل كده. وافراد العصابه اللي كانوا موجودين وقتها كانوا 3 بس، منهم 2 تخان وشكلهم افراد عاديين من العصابه. بس كان في وسطهم راجل فورمه وشكله لابس هدوم محترمه ومش شبه الاتنين التانيين خالص يعني. وده كان واحد من الشخصيات المهمه في العصابه ورتبته فيها قائد فريق واسمه يومي جي. ولما يومي جي شاف كانج بيندفع ناحيتهم قال للاتنين اللي معاه يقتلوه هما، فقالوا له حاضر ويندفعوا بسرعه ناحيه كانج هما كمان وقدروا مع بعض يصدوا ضربته. وكان في نظرهم مجرد عيل في ثانويه، فهزقوه وقالوا له ما يتدخلش في اعمال البالغين. بس كانج مسك ايد كل واحد منهم وبدا يعصرها بكل قوته وقال لهم ان حتى العيال الصغار اليومين دول بقوا بيخوفوا.
وبالنسبة لبطلنا فكان سعيد ان كانج معاه، لانه بالرغم سوءه في كل حاجة تقريبا بس يظل مقاتل قوي يقدر يعتمد عليه، فكان بيتجهز علشان يقتل يوميتجي عبال ما كانج يخلص على الاتنين التانيين. بس فجأة يوميتجي اللي كان ماسك في ايده سيجارة اول ما طلع رمى السيجارة بسرعة كبيرة ناحية وش بطلنا، فبطلنا اتفاجئ ورفع دراعه بسرعة علشان يصد السيجارة، وما كانش فاهم ليه ممكن حد يرمي سيجارة على حد تاني بالطريقة دي. بس اول ما صدها يوميتجي انقض عليه بهجوم مفاجئ وبدأ يضرب فيه بايده ورجله بضربات سريعة جدا وقوية، وبطلنا ما كانش قادر يصد ضرباته كلها بسبب انها كانت سريعة جدا. فيوميتجي لاحظ ان بطلنا بيتهزم، فقال له انه ما عندوش وقت يلعب مع عيال صغيرة، وبدأ يجهز ضربته الأخيرة اللي هتخلص عليه. وبطلنا ساعتها كان بيقع من طوله بسبب كمية الضربات، بس قبل ما يلمس الأرض لحق نفسه بسرعة لأنه ما ينفعش يخسر القتال ده، فاستخدم مهارة جديدة عنده اسمها مهارة التسارع. وزي ما اسم المهارة واضح فاللي بتعمله برضه واضح، لأن البطل أول ما استخدمها بقى أسرع بكتير من الأول، وبقى قادر يشوف هجمات يوميتجي بسهولة وبيتفاداها. وفي الآخر نط فوق يوميتجي وهو بيقول له إن الليلة دي هيدمر عصابة العالم كلها بكل من فيها، ورفع رجله علشان يهجم عليه بهجوم قوي جدا. بس في اللحظة دي بينتهي المشهد وبنبدأ نشوف شوية أحداث حصلت في الماضي. وفي ليلة الدنيا فيها كانت بتمطر تلج، في شخص ساب شنطة كبيرة قدام بيت جدي تشين هيون، ولما الجدة طلعت من البيت شافتها ولقت جواها تشين هيون اللي وقتها كان لسه طفل صغير، وكان في رسالة محطوطة جنبه في الشنطة مكتوب فيها بابا وماما أنا آسفة بس أنا ما أقدرش أكون أم كويسة، رجاء اعتنوا بحفيدكم تشين هيون. ومن وقتها والجد هي وجوزها كانوا بيعتنوا بتشين هيون وبيربوه معاهم. بس الفترة دي كانت صعبة شوية لأن الجو كان برد جدا، وكانوا خايفين على تشين هيون إن جسمه ما يقدرش يستحمل كل ده، وهم كانوا بياعة متجولين فكانوا دايما بينتقلوا في أماكن زي دي. ففي الآخر قرروا إنهم يستقروا في مكان واحد ويفتحوا محل خاص بيهم بيبيعوا فيه الأكل، فقدروا يظبطوا دنيتهم وفتحوا محل تشيهي اللي بدأوا يعيشوا في المنطقة دي كعائلة صغيرة مكونة من 3 أفراد. وده طبعا هو نفس المحل اللي بطلنا دلوقتي بيقاتل يوميتجي قدامه. وبنرجع لاحداث القتال تاني لما بطلنا كان في الهواء وهو بيستخدم مهارة التسارع، وقدر يضرب يوميتجي برجله ضربة قوية جدا خلت وشه يورم، بس يوميتجي كان اقوى من ان الضربة دي تهزمه، فاستعاد توازنه بسرعة واتجهز علشان يوجه للبطل مجموعة ضربات تانية، وبدأ يقول له ان كلامه كله مجرد هري فاضي لانه في الاول وفي الاخر مجرد طالب ثانوي ومستحيل يدمر عصابتهم كلها لوحده. وساعتها بطلنا اتحرك بسرعة مخيفة بفضل مهارة التسارع بتاعته وظهر ورا يوميتجي على طول من غير ما يلحق حتى انه يشوفه، ووجه له ضربة تانية اقوى من الاولى. هو بيقول له ان كل اللي قاله له هيحصل لان هو وزمايله هيقتحموا مقر عصابة العالم قريب ويدمروها كلها، بس يوميتجي قدر يحرك جسمه بسرعة علشان يتفادى الضربة دي، وبدأ يضرب في بطلنا بنفس طريقة الضرب السريعة والقوية اللي كان بيستخدمها من بداية القتال، وقال له ان عصابة العالم مش مجرد مجموعة مهرجين علشان يقولوا ان اخلص عليهم ببساطة قوي كده. بس بطلنا قدر يتفادى ضرباته كلها بسرعة، وده لان مهارة التسارع بتاعته بتعزز هجومه وكمان دفاعه، وده بيديله افضلية كبيرة جدا. وباستخدامه للافضلية دي دلوقتي قدر انه يوجه ضربة قوية لوش يوميتجي ويوقعه على الارض. وفي اللحظة دي مهارة التسارع تأثيرها خلص، واتضح لنا انها في الحقيقة قد ما هي مهارة عظيمة بس برضه ليها عيوب كبيرة، وده لان المهارة دي لما بطلنا بيستخدمها ب 300 مانا بتشتغل لمدة 30 ثانية بس، بعدها بتقف وما بيقدرش يستخدمها خالص لمدة 3 دقايق، وكمان طول ال 30 ثانية اللي بيستخدمها فيهم ما بيقدرش انه يستخدم معاها اي مهارة تانية من مهاراته، وده عيب قاتل بالنسبة لشخص زي بطلنا اللي مهاراته هي واحدة من اهم عوامل القوة بالنسبة له. بس دلوقتي بما انه قدر يستغل مهارة التسارع صح قبل ما وقتها يخلص فموقفه بقى كويس جدا، لان خصمه واقع قدامه على الارض ويقدر ببساطة يروح له ويخلص عليه، فقرر ما يضيعش الفرصة وانقض على طول على يوميتجي. وقبل ما يضربه فكروا ان ده مجرد دفاع عن النفس لان عصابة العالم هي اللي استفزتهم، وبعدها استخدم عليه مهاراته القوية متعددة الضربات وبدأ يرزع في وش يوميتجي بقوة كبيرة جدا لدرجة انه اغمى عليه منه من غير ما يلاحظ. ووقتها كانج كان برضه نوعا ما خلص قتاله مع الاتنين التانيين، وكان ماسك واحد منهم وخانقه بنفس الطريقه اللي كان بيخنقوا بيها بطلنا قبل كده، وكان متفاجئ جدا من قتال بطلنا، واول ما خلص ساله هو ازاي دايما كل ما يقابله بيكون اقوى عن المره اللي قبلها كده، فبطلنا قال له ان ده طبيعي، بس كانج شاف الموضوع مستفز لان بطلنا قوته بتزيد بسرعه رهيبه كانه بيغش. بس بعيدا عن كده ففي الوقت ده وبعد ما خلصوا قتالهم مع الفريق ده من العصابه سيون وصلت ومدحتهم لانهم خلصوا الموضوع بسرعه، فبطلنا اتفاجئ لما شافها وراح لها على طول يسالها تشين هيون فين ولا ما جاش معاها ليه، فردت عليه وقالت له ان رجع لبيته مع جدته. وكانج كان واضح عليه انه متفاجئ من ان بطلنا ما يعرفش عن حاجه معينه، فبدا يتكلموا عن الحاجه دي وهي ان تشين هيون ما بيقتلش ولا بيعمل اي حاجه من حاجات العصابات دي، والموضوع ده من زمان بسبب جده. بس قبل ما يكمل ويدخل في تفاصيل تشين وقفته وقالت له انه ما ينفعش يتكلم عن حاجات خصوصيه زي دي، فكانج سكت وقال لبطلنا يعرف ان تشين هيون ما بيحبش القتال بس وخلاص. فبطلنا بدا يفتكر كلامه في قعده كان قاعدها مع تشين هيون من فتره
فتره قبل ما يبداوا قتالهم مع العصابه. ووقتها بطلنا كان بيحاول يقنع تشين هيون ان مهما كان الجهد اللي هيحطوه في المطعم ده فمش هيكون كفايه، وده بسبب عصابه العالم، وقال له برضه انهم للاسف مش هيقدروا يطلبوا مساعده الشرطه في الموضوع ده، فمن الاخر كده لازم يقتلوا العصابه بنفسهم ويخلصوا عليهم. بس برضه برغم كلامه فتشين هيون رفض وقال له انه للاسف مش هيقدر يقاتل مهما كانت الاسباب، وقال له كمان انا مش عاوز اتعبك معايا اكتر من كده سواء انت او الشباب الباقيين، وانا شاكر جدا ليكم لانكم حاولتوا تساعدوا المطعم بكل جهدكم في الايام اللي فاتت، بس واضح ان المطعم ده مش هيكون كفايه علشان يوفر الربح الكافي لعصابه بورامي دونج، ووجودهم فيه هيضرهم اكتر ما ينفعهم. وفي الاخر طلب منه ان هو والباقيين يرجعوا لحياتهم الطبيعيه قبل ما يجوا للمطعم او يشوفوا مصدر دخل تاني للعصابه احسن لهم، ويتخلوا عن فكره المطعم ده لانها مش هتجيب. بس قبل ما بطلنا يجاوبوا وقتها صاحب العماره جه ودخل المحل ومعاه شويه اكل حلو وجابه من عند الخباز، ونادى عليهم كلهم يجي ياكلوا معاه بسرعه قبل ما الاكل يبرد. فتشين هيون قام على طول وشكره وقعد معاهم ياكل. وبنرجع بعدها للحاضر وكانج كان بيكمل كلامه وبيقول ان حتى لو تشين هيون كان موجود هنا فما كانش هيفيدهم بما انه مش هيقاتل، وعلشان كده طلبوا منه يرجع مع جدته البيت ويركز على حمايتها احسن علشان لو حصل اي حاجه. وبعد كده سيون رجعت تتكلم في المهم وقالت لهم انهم دلوقتي خطوتهم الجايه انهم يروحوا لمقر العصابه ويخلصوا على كل اللي فيها من اقل فرد لحد القائد، وادت لهم بطاقه لمكان معين اسمه مالها ضوء القمر، وقالت لهم انها في الايام اللي فاتت كانت بتدور على معلومات عن العصابه دي وقدرت تكتشف ان مقرهم هو الملهى ده، فاخدوا منها البطاقه واستعدوا على طول انهم يمشوا. فسيون وقفتهم وسالتهم لو هم متاكدين ان هم هيقدروا يتعاملوا مع العصابه كامله لوحدهم، بس بظن هو كان قالوا لها ما تقلقش هيخلصوا الموضوع سريع ويرجعوا سلام. وبعد شويه مشي استمر لفتره طويله وصلوا اخيرا لملهى ضوء القمر، وكانوا واقفين قدامه بيحاولوا يلاحظوا لو في اي حاجه غريبه، بس كان باين انه مكان عادي جدا مش مقر عصابه ولا حاجه. وبطلنا كان مرهق جدا من كميه المشي اللي مشيوه وكان قلقان نوعا ما من اللي هيقابلهم اول ما يدخلوا. فكانج اتريق عليه كالعاده وقال له انهم هيقابلوا جوه المكان ده عصابه حقيقيه كامله ولازم يخلصوا عليها، وعلشان كده لو كان خايف فالاحسن يرجع بيته دلوقتي وهو يخلص على العصابه لوحده. بس بطلنا ما اهتمش بكلامه لانه كده مستحيل يستسلم سواء علشان المهمه او علشان صاحبه تشين هيون اللي العصابه بتسرقه هو وجدته. وفضلوا بعدها واقفين بره شويه من غير ما يعملوا حاجه. فكان زهق وسال بطلنا هم هيفضلوا كده كتير ولا هيدخلوا الملهى امتى ولا ايه الخطه يعني، لانهم اكيد المفروض يهجموا عليهم في لحظه مفاجاه قبل ما يعرفوا اي حاجه وده هيديلهم فرصه كبيره للفوز. بس بطلنا قال له ان كلامه ده هيكون صعب يتطبق لانهم ما عندهمش اي معلومات عن العصابه ولا عن اعدادها او قوتها، ودخولهم فجاه كده لمنطقتهم هيبقى حرفيا انتحار. وقال له بعدها ما يقلقش لانه في خطه في دماغه ولو مشيت كويس هيقدروا يفوزوا بسهوله جدا ايا كان عدد الموجودين في العصابه دي. وفجاه وهم واقفين تليفون البطل بدا يرن، فبص ولقاها سيون وده خلاه يفرح لان الخطه اخيرا هتبدا. فرد عليها وسالها لو الفريق اللي هجم على المطعم دلوقتي صحوا، فقالت له ايوه، وقالت له انهم دلوقتي في مكالمه مع قائد العصابه وده معناه انه هيقدر يبدا خطته قريب. وفي الوقت ده جوه ملهى ضوء القمر كان قائد العصابه واقف قدام مكعب زجاجي جواه سيفين شكلهم غاليين جدا، وكان شايف فيه تراب متجمع على المكعب، فبدا يهزق الموجودين معاه واللي كانوا تقريبا خدم مسؤولين عن المكان او حاجه، وقال لهم انهم لازم يهتموا بالمكان اكتر من كده وينظفوه كويس لان الزباين اللي بيجوا هنا بيبقوا كلهم VIP ولازم يتعاملوا احسن معامله وما ينفعش يلاقوا اي عيب واحد في المكان من اول ما يدخلوا لحد ما يطلعوا. فالخدم اللي كان بيكلمهم دول بداوا يتوتروا ويتاسفوا له بسرعه لانهم ما لاحظوش حاجه زي دي، وقالوا له انهم هينضفوا المكان تاني في اقرب وقت ممكن. وفجاه وفصلت كل ده موبايل القائد بيرن، فبص فيه ولقى اللي بيرن عليه يومي جي، فرد يشوف هو عايز ايه، بس اتصدم لما سمع يومي جي بيقول له احنا اتضربنا يا ريس. فسأل على طول هم اتضربوا ازاي بالظبط ومين اللي ضربهم، لانهم المفروض كانوا رايحين يلموا الضرايب كالعاده من محل الوجبات الخفيفه عادي، وسالوا بالتحديد من العصابه اللي جرأت تمد ايديها عليهم وعلى منطقه عصابه العالم بتاعتهم. وساعتها يومي جي توتر جامد وقال له هو مكسوف من نفسه ان اللي عمل كده كان مجرد كام طالب ثانوي ومش حتى عصابه كبيره ولا حاجه، وده خلى القائد يضحك على كلامه لانه ما كانش قادر يصدق ان احسن قائد فريق في عصابه العالم اتهزم من شويه طلاب في ثانويه زي اللهبل كده. ويساله هو متعصب انت بتهزر هزار تقيل بقى ولا بتتكلم بجد؟ فيومي جي بدا يتاسف له ويقول له هو ندمان على اللي حصل، انهم كانوا مهملين ويستحقوا يتعاقبوا العقاب اللي هو عايزه، بس قال له ان قبل ما يبدا يهزق فيه لازم يسمع شويه معلومات الاول. فالقائد وافق ويومي جي حكى له عن كلام البطل اللي قال له ان هو واصحابه متجهزين كويس لقتال عصابه العالم وتدميرها بالكامل النهارده، وقال له ان ده معناه غالبا ان العيال دول مش قليلين، وكمان معناه انهم متجهزين فغالبا معاهم اسلحه وجايين وناويين على قتال حقيقي، وطلب منه ياخد اجراءات في اسرع وقت علشان العصابه تبقى في امان.
فالقائد قفل المكالمة وكان بيفكر في الموضوع، فكان شايف ان مجرد عيال في ثانوي ومش مستاهلين كل ده، بس قرر ياخد احتياطاته ويجهز العصابة كويس للقتال، وكده كده الاحتياط مش هيضر يعني. فامر الخدم اللي كانوا معاه يروحوا يقولوا لبقية اعضاء العصابة عن الموضوع ويجهزوا نفسهم كويس بأسلحة علشان يستعدوا للقتال الجاي. وبالنسبة للبطل وكانج، فبعد ما خلصوا المكالمة مع تسيون بشوية دخلوا الملهى، واللي مدخله كان عبارة عن سلالم بتنزل لتحت، فبدأ ينزلوا عليه وهم بيندهوا بصوت عالي في حد هنا، بس ما كانش في اي حد بيرد عليهم. وفي الاخر وصلوا لمكان فيه كنب وصندوق زجاجي جواه سفن، وده كان نفس المكان اللي القائد والخدم كانوا فيه من شوية. فبطلنا بدأ يستكشف المكان ده، اما كانج كمل ماشي وهو بيدور على اعضاء العصابة علشان يبدأ القتال بقى ويخلص عليهم بسرعة، بس ما كانش قادر يلاقي اي حد ابدا، لحد ما وصل اخيرا لممر معين ولقى كل افراد العصابة واقفين فيه وعددهم كبير جدا. ولما اعضاء العصابة شافوه اتفاجئوا انه فعلا شكله مجرد طالب ثانوي عادي وما هوش شخص كبير يخافوا منه يعني. وبعدها بدأوا يتريقوا عليه ويقولوا له انه دخل مكان زي ال 18 ما ينفعش العيال الصغيرة تدخله، وحتى الشرطة ما تقدرش تدخله براحتها. وطلعوا كلهم بعدها سكاكين واسلحة بمختلف الانواع، وقالوا له انه دخوله هنا خلاه يحكم على نفسه بالهلاك وسط حيطان سميكة ما حدش هيسمعه من خلالها. والوضع خلى كانج يستغرب ويبدأ يقلق لانه ما كانش عامل حساب كل الاسلحة الموجودة دي، وما كانش فاهم ايه نوع العصابة اللي هتدي لاعضائها كلهم اسلحة بالشكل الغريب ده. وساعتها بطلنا خلص تفتيش في المكان اللي كان فيه ووصل اخيرا لكانج، ولما شاف افراد العصابة كلهم ماسكين اسلحة فرح وقال له ان دي حاجة كويسة. وبرغم ان كانج ما كانش فاهم ايه الكويس بالظبط في كده، وكان قلقان جدا وشاف ان الوضع بقى خطير اكتر من اللازم، بس كل ده كان جزء من خطة بطلنا اللي في قتاله مع يوم جي. كان قاصد يقول له ان هو واصحابه متجهزين لقتال عصابتهم كويس، وكان متأكد ان ده هيخليه يحسب عدده هو واصحابه كتير، وهيقول لعصابته يتجهزوا باسلحة علشان يقدروا يقاوموا الهجوم ده. وده برضو السبب اللي بطلنا خلى سيون علشان ما تاخدش منهم تليفوناتهم ويتسيبهم يرنوا ويقولوا لقائد العصابة عن اللي حصل، وكل ده علشان يقدر يستخدم افضلية مهاراته السلبية القوية جدا اتقان الاسلحة، واللي هتساعده يقتل العدد ده كله بسهولة. وبالنسبة للسلاح اللي هيستخدمه، فأول ما كانج شافه اتفاجئ وسأله هو جاب السلاح ده منين، لأنه ما كانش شايفه معاها قبل ما يدخلوا. فبطلنا رد عليه وقال له إنه لقاها جوه صندوق زجاجي في المكان اللي لقوها أول ما دخلوا وأخدوا معاه. فكانج اتوتر وقال له أنت أكيد مش ناوي تستخدم سلاح زي ده لمجرد قتال مع عصابة زي دي مش كده؟ بس بطلنا قال له إنه هيستخدمه ومش مهم إيه اللي هيحصل، وده لأن حسب كلام رجال العصابة من شوية فمحدش هيسمع الصويت والحاجات اللي هتحصل هنا، ووضعهم هيفضل أمان مهما عملوا. وبكل الثقة اللي عنده دلوقتي طلع السيف اللي كان جوه الصندوق الزجاجي علشان يبدا قتاله العظيم مع عصابه العالم. لكن لما افراد العصابه سمعوا كلامه والثقه دي كلها بداوا يتريقوا عليه، فواحد منهم اتقدم ناحيته وهو بيضحك وبيقول انه اطفال اليومين دول شكلهم بقوا بيتفرجوا على كرتون كتير. ولما وصل قدامه قال له خلي بالك علشان اللي في ايدك ده يا طفل يا صغير سيف حقيقي تقيل جدا مش زي سيوف اللعبه اللي كنت بتلعب بيها عند ماما، يبقى قابلني لو عرفت ترفعه حتى علشان تضرب بيه حد. بس بطلنا ما ردش عليه بالكلام، وكل اللي هو عمله هو انه رفع ووجه له ضربه بيه قصد بيها يقص له شعره اللي فوق جبهته على طول علشان يوريه هو مجرد طفل فعلا ولا عارف هو بيعمل ايه. واول ما الراجل شاف شعره بيقع قدام عينه اترعب وخاف على حياته. وبطلنا بدا يقول له السيف ده شكله كويس ويقدر يقطع اي حاجه مهما كانت، وبدا يهدده يقول له يبعد عن طريقه لو مش عاوز يكون اول واحد يقطعه بالسيف ده. بس الراجل فضل يكذب على نفسه يقول ان بطلنا اكيد كان اتعلم حاجات بسيطه عن القتال بالسيف الخشبي وهو صغير ولا حاجه، واكيد مش هيعرف يقتله بيه كويس لو هجم عليه الاول. فرفع ايده اللي كان ماسك بيها السكينه وحاول يهجم على بطلنا قبل ما يلحق يعمل له حاجه. فبطلنا قال له انت شكلك اتجننت علشان تهجم عليا هجوم واضح وبطيء زي ده، وقام رافع سيفه وضرب الراجل بيه، بس وقف الضرب قبل ما يوصل لرقبته على طول لانه ما كانش مستعد نفسيا انه يقطع بني ادم باستخدام سيف بالطريقه دي مهما كان الموقف، واكتفى بانه يضربه بالناحيه اللي مش حاده في السيف واللي برضه سببت له الم كبير جدا ومعاها قطع بسيط في جلد رقبته. فالراجل وقع على الارض من الوجع وكان واضح انه مش هيعرف يقوم تاني قريب. وكانج كان واقف مصدوم من اللي بطلنا بيعمله وبيساله انت امتى اتعلمت تستخدم السيوف كمان؟ ده انت اول مره قابلتك كنت عيل اهبل ما بيعرفش يعمل اي حاجه. وكلامه خلى بطلنا يعجب بنفسه وبقدراته اكتر واكتر. بس بعيدا عن النرجسيه دي، قال لي كانج ان من دلوقتي الخطه كتالي انا هقاتل اي حد معاه سلاح وانت تمسح البلاط باي حد مش معاه. فكانج استغرب من الموضوع لان اصلا كل اللي موجودين تقريبا معاهم اسلحه وكده مش هيقدر يلاقي اي حد يقاتله. بس ما لحقش يقول لي بطلنا عن الموضوع لانه طلع يجري على طول وانقض بسيفه على مجموعه افراد العصابه اللي كانوا كلهم متجمعين جنب بعض. فافراد العصابه بداوا يتحركوا ويشجعوا بعض على القتال لانهم في الاول وفي الاخر بيقاتلوا مجرد اطفال في ثانوي ومستحيل يخسروا قدامهم بعددهم ده كله. فانقضوا على بطلنا هما كمان واحد ورا
ورا تاني، بس بطلنا قدر ببساطه يضرب كل واحد فيهم ضربه واحده ويخليه يوقع سلاحه بيها. فاول واحد فيهم بطلنا ما تعبش نفسه معاه، ويا دوب ضرب ضربه بسيطه بالسيف خلت السكينه اللي كانت معاه تطير من ايده، وبعدها ما بقاش معاه سلاح، وبالتالي ما عادش يقدر يضربه تاني بالسيف. فساب ده ودخل على تاني، واللي كان المره دي معاه فأس مش سكينه، وابو فأس ده هجم على بطلنا وكان فاكر ان هجومه نجح، بس فجاه لما بص للفأس اللي كان في ايده لقى راسه الحديد طارت وما تبقاش غير عصايه خشب ملهاش لازمه. وساعتها كانج استوعب بطلنا بيعمل ايه بالظبط، واستوعب انه مش ناوي يقتل اي حد، فبيخليهم يخسروا اسلحتهم ويفضلوا بعدها من غير اسلحه، وهنا هيجي دوره هو في انه يخلص عليهم. فبدا بعدها يهجم على كل اللي بطلنا وقع اسلحتهم، وبدا يعصر فيهم واحد ورا تاني، وده هيوفر طاقه لبطلنا علشان مش هيقدر يعمل الخطوتين دول لوحده، وكانج كان لازم يساعده. وبالنسبه بقى لمجموعه افراد العصابه اللي كانوا باقيين، فزي الاغبياء قرروا انهم يهجموا على بطلنا كلهم في نفس الوقت علشان يحاصروه ما يدولوش فرصه انه يعمل اي حاجه. بس بطلنا حظه كان كويس نوعا ما في الموضوع ده، لان الافراد دول كلهم بعددهم الكبير ده ما كانوش يقدروا يهجموا في نفس الوقت بسبب ان الممر اللي هما بيتقاتلوا فيه ضيق جدا، ومش هيكفي انهم يتزنقوا فيه مع بعض. وفي حاله انهم حاولوا يهجموا اي هجمات من بعيد فده هيكون خطر على باقي زمايلهم، ودي هتكون نقطه تفيد بطلنا اكتر. وعلشان كده ما استناهمش يهجموا عليه حتى، وبدا يهجم عليهم واحد واحد لانه كانت له الافضليه في الممر ده. والمره دي ما كانش بس بيطير اسلحتهم، لان لما واحد منهم حاول يهجم عليه من ظهره ضربه في وشه بمقبض السيف وخلاه يغمى عليه من قوه الضربه، وساعتها قرر يتعامل مع باقي الموجودين بنفس الطريقه ويخلص عليهم بنفسه علشان ما يزيدش الحمل قوي على كانج ويخليه يتعب منه. فبدا يعدي وكل ما يشوف واحد يطير سلاحه ويضربه بمقبض السيف لحد ما فجاه ضرب سلاح واحد منهم واللي كان مضرب حديدي، بس المضرب ما طارش منه، وبالعكس سيف البطل هو اللي كسر من الضربه. فبطلنا اتفاجئ من الموضوع لانه ما توقعش السيف يتكسر بسهوله كده، والراجل صاحب المضرب قال له ان السيوف بتتكسر اسهل مما تتخيل لو اتضربوا في الجزء اللي مش حاد، واستعد بعدها هو باقي الرجاله اللي كانوا باقيين معاه علشان يكسروا عظم بطلنا بالمضارب الحديديه اللي معاهم. وساعتها بطلنا رمى مقبض السيف على الارض وبقى مزنوق في موقف وحش لانه خسر السلاح اللي كان بيضربهم بيه، بس رجاله العصابه اتخضوا لما لقوها عامل ايده كانه ماسك سيف مع ان ايده كانت فاضيه، فافتكروا اسطوره منتشره عن سياف مش معروف في وقت من الاوقات كان يعتبر اعظم سيد سيف في بلده كامله، بس مع ذلك كان عايش حياه هاديه ومسالمه، وكان كل اللي بيعمله طول الايام هو انه يلوح بسيفه ويضرب بيه في الهواء. بس في يوم من الايام وهو بيتمرن نام بالغلط اثناء التمرين بسبب كبره في السن وقله قدره جهازه العصبي، ومع ذلك جسمه حتى وهو نايم فضل يتحرك بنفس التحركات ويلوح بالسيف وبنفس الطريقه لما كان صاحي. ولما صحي من النوم وقتها كمل برضه ولا كأن حاجه حصلت، بس المفاجآت انه كان بيلوح بسيف مش موجوده اصلا لانه وقع سيفه بالغلط وهو نايم، بس في اللحظه دي قدر بتلويحته يقطع شجره كامله وهو مش ماسك في ايده حاجه اصلا. ودي كانت اسطوره السيف الخيالي واللي فكروا فيها اول ما شافوا شكل بطلنا، وفجأة بطلنا رفع ايده ما كانوش قادرين يصدقوا انه فعلا بيستخدم حاجة مش واقعية زي السيف الخيالي. بس لما بطلنا ضرب ضربته اتأكدوا لان الضربة فعلا اصابت صاحب المضرب الحديد اللي كسر له اول سيف وخلته يغمى عليه قبل ما يقدر انه يدافع عن نفسه. بس هل يا ترى فعلا بطلنا بقى بيستخدم قوته الخارقة فوق ان عنده اصلا نظام خارق للطبيعة، ولا هو ازاي قدر يضرب بمضرب حديدي من غير سيف؟ ده اللي هنكتشفه في الحلقة الجاية، فاستنونا.